السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين القناة محمد الحارتي. معلومات وفكرة مهمة باش الناس المربيين الأرانب يستافدوا منها للجميع لكل الناس. أرنب صغار ميت، يعني أمام عينك كما كتشاهد معنا. يعني الناس اللي كتشوفوا كيقول أرنب ميت، يعني أرنب هو ميت، ولكن هو مازال فيه الروح، فيه الروح في بطنه، مازال الأرنب يعود إلى الحياة. يعني كما كتشاهد معنا أمام عينك أحبابنا وإخواتنا الكرام. ركز معي في الفيديو، ركز معي في المعلومة، ركز معي في النصيحة المهمة اللي تفيدك في المشروع، اللي تفيدك في النصائح. يعني الأرنب غادي يعود إلى الحياة. باش تاخذ يعني المعلومة في هذا الفيديو كمل الحلقة إلى النهاية باش تستفد من كل النصائح والمعلومات. يعني أرنب هو ميت، يعني كما كتشاهد أرنب، يعني هو كما كتشاهدوه معنا أمام عينيكم. باش الأرنب أنا عدت معه إلى الحياة، يعني كان الأرنب ميت، يعني ما فيش روح وما فيش تنفس، ما كانش أرنب عليه تنفس. وسبحان الله العظيم أنا مشيت مع الأرنب يعني بالحركات، يعني لكل الناس. يعني كما شفتوا في الأول فاش كان التصوير كان الأرنب يبان أرنب ميت، يعني أرنب هو ميت، يعني بدأ يرجع إلى الحياة. باش ما نطولش عليكم في هذه الحلقة، يعني الأرنب فاش تولد في أول يعني الولادة ديالها ولقيتي أرنب ومازال باقي سخون ما باردش. إذا كان بارد الأرنب وكارم فيه البارودة عرف الأرنب ميت، هو مازال سخون الأرنب، مازال الأرنب فيه الروح. يعني شفت الأرنب وبديت ندلك لي على البطن ديالو، يعني كما كتشاهد، وعلى الصدر ديالو، يعني وكيمشي كيتكمشوا سبحان الله العظيم. يعني وبديت لي على القفا ديالو، الأرجل الخلفيين يعني بردوا، الأرجل الخلفيين بردوا. يعني كان الأرنب عمل الرضاعة الحابسة وضغطت عليه الأرنبة، يعني ضغطت عليه الأرنبة، وكان الأرنب غادي يعود إلى الوفاة. مربي المبتدئ يقدر يشوف أرنب ويصبحوا باللي هو ميت ويحطه على الأرض ويبقى ويتوفى. خاصك تساعد الأرنب كشكل الإنسان ملي يغرق في البحر ويكون شارب الماء أو يكون سخفان، كدلك لي على الصدر ديالو باش كي رجع لي الى الحياه التنفس، او كاين اللي كينفخ يعني اللي في الفم ديالو. يعني على شكل الحيوانات الأليفة، كل المربي اللي هو يربي الأرنب أو يربي أي شكل يعني من الحيوانات كيبغي يهتم بالأرانب ويكون عنده خبرة هي اللي كنوصلوها للناس، وأفكارنا للجميع لكل الناس. يعني أمام عينيكم كنصور يعني بالكاميرا وباغي كنشرح لكم على حقاش أنا الأرنب بديت معاه تقريبا 3 دقائق قبل ما نصور الفيديو، ومن بعد ما بدا الأرنب يرجع إلى الروح ديالو والنفس ديالو صورت معكم الفيديو. مش انا رديت ليه الروح ديالو، الروح على الله سبحانه عز وجل، هو قادر بالارواح على كلها. على حقاش غير كيكون عنده اختناق مخنوق الارنب وهو مازال فيه الروح، والارنب مخنوق، ارنب يسبب ليه الوفاه. باش الارنب تدلك ليه والارنب تمشي معه بالمساعدات شويه شويه، وخلي الارنب يرتاح، مش تبقى معاه من البدايه، شويه شويه وخلي الارنب يرتاح يتنفس، يعني ياخذ راحه نفسيه. يعني شو بطنه يعني كي ياخذ حالة تنفسية شو من لنا، يعني ياخذ تنفس. من بعد ما ياخذ تنفس كيبالك الارنب لاوي، مازال غادي يولي بالك الارنب في الايد ديالي يلعب، شو الارجل ديالو مازال بحال الشلل فيه، بحال كل شل يعني شو سبحان الله العظيم. الارنب خاص باش ترد له الحياة ديالو. بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الارنبة فاش واخا تكون في اول ولدة ليها تولد الارنبة، لازم المربي يفحص ويقلب يعني الصغار الارانب في العش البيت الولاده، ويحترف المشروع. يعني تدلك ليه في بطنه وتدلك ليه يعني في الجنب ديالو، وتدلك الارنب يعني في القفا ديالو فوق الرقبه الى الظهر الى الديل ديالو، وتمشي مع كله، يعني كله كما كتشوف انا غادي معاه بشويه بشويه. والارجل ديالو والراس ديالو، يعني ضروريا الراس ديالو والاذن وكل شيء باش يحس باحساس، يعني يتمشى فيه الدم ويتمشى فيه كل شيء. والارنب يبدا يلعب حركته، ويبدا الارنب يتنفس. اعطيه يعني واخا 10 ثواني يتنفس الارنب كما كتشوف، كيتنفس يعني بسرعه وكيشوف يعني اختناق. بسم الله ما شاء الله. يعني بدا الارنب يرجع الى الحياه، يعني تدلك لي بسرعه شويه بشويه، وخلي الارنب يتنفس، خلي الارنب يتنفس. يعني هذه المعلومه وهذا الفيديو شفناه من عند الناس المحترفين، يعني الناس المحترفين يعني في المصانع الكبرى.
والكبير هو الله سبحانه وتعالى. انا تبعتها في تجربتي وتبعت الطريقه، يعني شفت الناس عملوها، ناس اخرين عندهم مزارع وعملوا افكار. احنا كنتواصلوا مع الجميع، يعني للناس في كل الدول العربيه، يعني ناس ديال اعلى مصر والجزائر، يعني ناس المحترفين في مجال الارنب، يعني اللي عندهم مزارع كبرى. ومن بعد ما كان كتشوف يعني فكره تبع عندك يعني في النظام، هذه الفكره توصل لكل اخوتي واحبابي الكرام. يعني باش تشوفوا حتى نتوما هذه الفكره اللي عملتها انايا، تشوف انت شي ارنبه ولدت وباقي الارنب سخون يلا ولدت، او عندك ارنب مثلا عملتي الرضاعه الحابسه وشتفات عليه وسخف الارنب وبان لك الوا ما بقاش كيتحرك، خلي الارنب وسير معاه بالمساعدات. هو كياخذ حاله النفس ديالو يعني بسرعه، يعني في الايد ديالي راه البطن ديالو كتنتفخ وكترجع بسرعه، والارنب كياخذ الراحه، مازال الارنب كياخذ الراحه، مازال الارنب مازال باقي شويه. دابا الارنب يبدا يعني يمشي بشويه بشويه. حنا كنا اخوان احباب اصدقاء، يعني كنوصلوا افكارنا للناس المربيين الارانب، الناس اللي باغا تبدا في مجال الارنب وتستفد وتاخذ خبره وتاخذ يعني معلومه بالطريقه الصحيحه. خلي الارنب وما تخليش يضرب الارنب يضربه البرد، شدوا بالايد ديالك، خلي الارنب يسخن، خلي الارنب يكون دافي، يحس بالحنان معاه، تمشي معاه بمساعدات ليه. كما احنا كنا كنساعدوا يعني الناس بعضياتها كتساعد بعضياتها، باش الا كان اي حد عنده مشكله او شي حاجه كيساعدوا الاخوان مع بعضياتهم، باش كيكون يعني واحد طريقه للمساعدات باش يرجع الى الحياه ديالو. طايح لي طونسيو او طالع لي طونسيو، او مثلا سخفان كتعطيه الماء او كل شيء، يعني او غارق في البحر، يعني تضغط ليه على صدره باش يخرج الماء ورجع الى الحياه ديالو. هنا الارنب يبدا حركته، هو الارنب السخفان، ارنب السخفان كما كتشوف، يعني الارنب اللي كيكون ممتاز حركته ممتازه، يعني ارنب حركته ممتازه، يعني يلعب وحركته ممتازه. هنا ياخذ نفس ديال الارنب، يعني كما كتشوف كاين اللي يخلي الارنب ويبقى في الوفاه. ركز معي، شوف النفس اللي كياخذ الارنب، يعني الارنب كياخذ نفس، يعني حركته يتنفس ويتحرك. هو في الاول ما كانش عنده تحرك وما كانش عنده اي شيء، ما كان عنده حتى شي حاجه، ماشي كان بحال هذوك يتحرك الارنب ويتحرك ويتمشى، كان الارنب ميت، يعني تشوفوا كشكله هو ميت، هو مازال فيه الروح. من بعد ما درت معاه غير دقيقه باللي الارنب بدا يتنفس وبدا كيحل في فمه، يعني يلحق، يعني تلحق، عرفت الارنب مازال فيه روح، مازال الارنب باقي ممتاز. هنا احبابنا الكرام واخوتنا الكرام، باش في هذه الحلقه في هذا الفيديو ما نطولوش على الجميع لكل الناس، الارنب هنا راه بدا ياخذ نفس ديالو بسم الله ما شاء الله، ويبدا يتمشى كما شفتوه معنا امام عينيكم، ويبدا يلعب يعني في وسط الشعر الارنبه. وهنا الارنب رجع الى الحياه ديالو. في الاول كان الارنب يعني كان غادي يسبب لي الوفاة ولو كون خليته او هملته. انا الارنب خاد نفس ديالو مش مشكله، دابا نخليه مع الاخوه ديالو غادي يكون ممتاز وجيد وصافي. الارنب راه سليم وممتاز والصحه ديالو دابا جيده. نتمنى الخير للجميع لكل الناس، ربي يبارك لنا ولكم وللجميع لكل احبابنا الكرام في كل مكان. تحياتي لكم جميعا احبابنا الكرام واصدقائنا الكرام. اي مربي الارانب في كل مكان يستفد من كل المعلومات والخبره. هذا هو مجال الارنب، نجاح المشروع الارانب. الارنب بدا يتحرك ويمشي عند الاخوه ديالو ممتاز، ربي يبارك ويزيد. احبابنا واخوتنا الكرام، باش في هذه الحلقه ما نطولش عليكم بالاكثر، نتمنى لي ولكم النجاح والنجاح لكل الناس المربيين الارانب في كل مكان. انتهت هذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الارنب البابيون الجميل جدا، والارنب دا مع الاخوه ديالو نحطوا الوسط ديالهم باش يتحركوا معاه، يعني باش يتحركوا الارانب يبقاو يتحركوا معاه ويزيدوه الامان.